يظن الكثيرون أن الحليب الذي يشترونه من الأسواق هو منتج طبيعي بالكامل، لكن الواقع يحمل في طياته تعقيدات أكبر. ففي دراسة أجريت عام 2021 تبين أن أكثر من 60% من الحليب الذي يباع تجارياً يحتوي على إضافات مثل الفيتامينات الاصطناعية والمثبتات التي تعزز قوامه. والأسوأ من ذلك أن بعض الدول تسمح باستخدام مسحوق الحليب المجفف في تصنيع منتجات الحليب الطازج دون أن تلزم الشركات بالإفصاح عن ذلك على العبوات. وبالنسبة لفترة الصلاحية، فإن تقنية UHT التعقيم فائق الحرارة تتيح للحليب البقاء صالحا لأكثر من 6 أشهر من دون حاجة للتبريد، مما يضيع بعض العناصر الغذائية التي تستبدل بمكملات صناعية. فهل هذا هو الحليب الذي تتوقع الحصول عليه؟ لا تتردد في مشاركة رأيك في التعليقات، وادعم قناة سرد بالاشتراك لتكتشف المزيد من الحقائق المثيرة للدهشة.